السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هناخد النهارده اللاب النهارده هنتكلم عن البيرب سوت. يعني ايه البيرب سوت والتول دي بتعمل ايه؟ طيب، هو عنوان اللاب اصلا ويب ابلكيشن. ويب، كلمة ويب يعني انا بتارجت الويب سايت او اي ويب سايت بعمل عليه، بدخل عليه اي داتا. طيب، خلينا كده نقول مثال كده سريع الأول. هدخل دلوقتي هنا على ويب سايت فيسبوك. حلو. هو دلوقتي هنا موقفني على المكان اللي هو هيطلب مني ايميل وباسورد. تمام. طب هو انا دلوقتي لما اكتب له ايميل وباسورد وهبعت ريكويست، ما المفروض كده ان البراوزر ده هيبعت ريكويست الميل للسيرفر اللي هو مين، اللي هو فيسبوك، ده السيرفر بتاعي اللي انا بكلمه. فهبعت له ريكويست. هو المفروض هياخد الريكويست ده يعمل بيه ايه؟ يدور في الداتابيز بتاعته بتاعت فيسبوك يعني، ويشوف الايميل والباسورد ده متخزنين عنده في الداتابيز وهل هم مكتوبين بطريقه صحيحه ولا لا، ويرجع لي ريسبونس. يرجع لي مين؟ يرجع لي انا مين؟ البراوزر اللي هو انت كيوزر. فدلوقتي اللي بيحصل هكذا، ان في براوزر، في ويب ابلكيشن، انا اهو، انا مثلا البراوزر بتاعي عايز اروح اكلم ويب سيرفر، ايا كان السيرفر ده مين، بكلم جوجل، بكلم يوتيوب، بكلم فيسبوك، بكلم اي ويب سايت، اي ويب سايت عن طريق اي براوزر. طيب، هو انا دلوقتي لما بدخل اليوزر نيم والباسورد زي ما اوريكم دلوقتي، والريكوست بيروح وبعد كده في ريسبونس بيرجع لي. طب هل انا شايف اللي ورا؟ هل انا شايف الجزء اللي في الباك جراوند؟ يعني انا شايف الكلام ده وشايف الريسبونس ده؟ انت ما انت شايف حاجه. انت اخرك اللي انت شايفه كله ما هو فقط الا الشاشه دي. ولما بيجي لك ريسبونس فالشاشه بتفتح قدامك، او يطلع لك ايرور مسج هنا بالخط الاحمر يقول لك لا والله الكلام اللي انت كاتبه ده اي كلام، مش حقيقي، ما ينفعنيش، غلط. يعني يقول لك يوزر نيم او باسورد انكوريكت مثلا. انا عايزه اشوف اللي في الباك جراوند. اشوفه ازاي؟ قال لك والله في تول حلوه قوي 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 اسمها بيرب سوت. طب البيرب سوت دي بتعمل ايه؟ هي هتفهمنا ازاي الويب سايت او ازاي السيرفر بيستقبل الريكوست، الطلب، وازاي البيانات بتمشي من عندك انت كبراوزر تروح للسيرفر، وازاي بقى ان انت لما تعمل ثغرة واحدة قد كده اهو، ازاي ممكن تكسر نظام كامل كبير. ده كله هنشوفه بالبيرب سوت. طيب، ايه الادوات اللي هنستعملها النهارده في اللاب ده؟ انا هستعمل الكالي بما ان احنا مسطبينه، مش عايز اي حاجه غير الكالي. هخلي النتورك بتاعته، النتورك سيتنج هخليها نات. يعني السيتنج بتاعت الكالي انا هخليها نات ادابتور. انا عايز ادابتور واحد بس، مش عايز التاني. هخليه نات بس عشان يبقى متصل بالانترنت عادي جدا. عايز التول اللي اسمها بيرب سوت. وفي الجزء التاني من الفيديو او في الجزء التاني اللي هيتصور، انا عملت طريقه تسطيب البيرب سوت وطريقه تسطيب التولز كلها يعني. عايز الفايرفوكس اللي هو متسطب اوريدي في كالي. عايز الفايرفوكس اللي هو اوريدي في كالي. هنستعمل كمان حاجه اسمها دوكر. يعني ايه كلمه دوكر؟ طيب، كنا بنقول يعني ايه كلمه دوكر. دوكر ده هو عباره عن منصه ان هو يشغل مجموعه من الابليكيشن او التطبيقات داخل حاجه اسمها كونتينر. ايه الكونتينر ده؟ من اسمه كده هو زي بوكس كده كبير او حاويه بيحتوي على كل حاجه التطبيق ده محتاجها. يعني لايبراري، سيتنج، ملفات عشان تشتغل. فبالتالي لما هو يبقى معاه الكونتينر او البوكس ده فيه كل حاجه للتطبيق ده، فيقدر يشغله على اي جهاز بنفس الشكل. زي ايه كده؟ عارفين في مطاعم كتير او في شركات بتعمل دلوقتي علب طبخ جاهزه، علبه جاهزه كده فيها اكل مطبوخ، فانت ما تحتاجش ان انت تطبخ كل المكونات بنفسك ولا انت تجهز اي حاجه. يبقى باختصار دلوقتي البيرب سوت هو التطبيق او هي التول اللي واقفه في النص عشان تعمل اناليسز للترافيك اللي ماشيه من البراوزر بتاعك او من اي جهاز لاي سيرفر إن كان. تعمل ايه؟ تمسك الريكوست، تكاتش ريكوست هنا، تعدل فيه وبعد كده تبعت للسيرفر. وكذلك الريسبونس لما يجي لها من السيرفر برضه هي تكاتش الريسبونس اللي جاي وتقدر ان هي تعدل فيه وتبعته للبراوزر مره اخرى. طيب، وعرفنا الكونتينر خلاص علشان نشغل البيرب سوت عندي او عشان افتح الويب سايت اللي اسمه جوس شوب. حاجة كمان عايزين نعرفها، ال OWASP، اختصار Open Web Application Security Project. هي عبارة عن منظمة عالمية غير ربحية. هدفها إيه؟ إن هو يحسن من موضوع الأمان بتاع تطبيقات الويب
ويعلم الناس الديفلوبر او الناس اللي بتعمل بنتريشن تيستنج يعني بعض الثغرات اللي بتحصل واساسيات الحمايه اللي بتحصل على موضوع الويب. فهي بتعلمنا ازاي نحمي المواقع من الاختراق وبتكشف لنا كمان اخطر الثغرات اللي ممكن تصيب اي موقع. طيب وهي عملت قائمه كده اسمها توب 10، من ضمنها اخطر 10 اتاكس او ثغرات امنيه في مواقع الويب زي السيكوال انجكشن، اشهرهم يعني اللي احنا جربناها النهارده او جربناها في البارت رقم 2. ومن ضمنها هي عامله كمان جوز شوب. ايه جوز شوب ده؟ هو عباره عن ويب سايت مخصوص معمول ان هو يبقى فيه اصلا ثغرات، ليه؟ علشان نعرف نتعلم عليه الاختراق، وده تابع مباشره لمنظمه الاو دبليو اس بي. يبقى دلوقتي انا عندي ويب سايت انا عايزه اعمل له اختراق اللي هو الجوز شوب. خلينا نشوفه مع بعض. ده الجوز شوب. عشان نفتحه احنا هنفتحه على اللوكال هوست على البورت رقم 3000. طيب علشان نفتح الكلام ده وعشان الجوز شوب يفتح معانا، في بعض من السيتنج احنا محتاجين نعملها سريعا كده، هنراجعها تاني، احنا قلناها في البارت الاخر لكن هنراجعها هنا بسرعه. اول حاجه انا محتاجه اعدل في السيتنج بتاعه النتورك بتاعه البراوزر بتاعي، ايا كان نوع البراوزر اللي على جهازي اللي انا بستعمله. عايزه اقول له خلي بالك ان في بروكسي، يعني انا هحط لك تول او اداه تعدي من عليها الترافيك اللي طالعه من عندك من البراوزر ده. يبقى بالتالي لو انا رحت السيتنج وعدلت بعض الحاجات في النتورك، يعني انا هروح بس السيتنج بتاعه الفايرفوكس وهعمل سيرش على كلمه نتورك هنا فهتظهر لي على طول، هقول له افتح السيتنج. عايز اقول له ان انا عايز استعمل مانيوال بروكسي، انا عايز اعمل كونفيجريشن للبروكسي بنفسي. مين البروكسي في الحاله دي؟ هو البيرب سوت، هو اللي هيقف يعمل اناليسيز للترافيك. فهقول له دلوقتي هو موجود على انه البيرب سوت ده انا مسطبه على انه جهاز، انا حاطه على اللوكال هوست بتاعي. بما ان انا بجرب فيرتشوال وبجرب البيرب سوت فيرتشوال ماشين، فانا اوريدي حاطه على الكالي ماي اون ماشين، فهحط اللوب باك ادرس اي بي اللي هو 127.0.0.1. البورت 8080 ده البورت اللي بيفتحه البيرب سوت، يعني البيرب سوت بيشتغل على البورت ده. فلما انا اقول له البورت رقمه 8080 فمعنى كده ان اول ما اي ريكوست يطلع من الفايرفوكس او ريسبونس يجي هنا للفايرفوكس ده هيعدي على البوابه دي. طب مين بقى البورت ده؟ ده البيرب سوت. وهعمل تشيك مارك على دي اللي هي also use this proxy for HTTPS. معنى كده ان اي نوع من انواع الترافيك طالعه من البراوزر بتاعي او جايه للترافيك بتاعي هتعدي على البيرب سوت. بس كده، ده اللي انا محتاجه اعدله في السيتنج، ان انا اعمل تشيك مارك على المانيوال، هحط اللوب باك اي بي ادرس وهخلي البورت 8080 وهقول له تشيك مارك دي بس كده، مش هعدل اي حاجه تانية، وهقول له اوكي. حاجه تانية انا محتاجه اعملها هنا في الفايرفوكس، دي اشتغلت مع بعض الاجهزه وبعض الاجهزه لا. هقول له هنا في السيتنج about، يعني حاجه تاكيديه ان هو يستعمل البروكسي ده about config. ولما اعمل انتر بيقول لي accept the risk، اوكي ما فيش مشكله accept risk وافتحوا لي. بدور هنا على حاجه اسمها network dot proxy dot allow hijacking local host اللي هي الاوبشن رقم 2. يعني اكتب بس كلمه network دوت بروكسي هيطلع حاجات كتير من ضمنها allow hijacking local host. هي كانت فولس عندي فانا عملت التوجل بوتون ده وخليتها ترو. في بعض الاجهزه اشتغل عندهم من غير ما يعملوا الاوبشن ده. فلو جهازك ما اشتغلش او مثلا لو رحت جربت تفتح الجوز شوب من غير ما تعمل ده خلاص تمام، ما اشتغلش معاك يبقى روح فعل دي خليها ترو بدلا من فولس. يعني لو عملت توجل فهي فولس هعمل توجل تاني خليتها ترو. فكده انا عملت سيتنج في حاجتين في الفايرفوكس، ان انا قلت له هنا في النتورك سيتنج ان انا عدلت البروكسي مانوال بايدي وحطيت اللوب باك ادرس اي بي وحطيت البورت نمبر. تاني حاجه ان انا عملتها اللي هي عدلت النتورك بروكسي. خلاص يبقى انا كده خلصت الكونفيجريشن بتاعتي. هجرب ان انا اروح افتح اللوكال هوست على البورت 3000، وقبل ده كمان انا لازم افتح الدوكر. عشان افتح الدوكر لازم اقول له سودو سيستم سي تي ال ستارت الدوكر ثم سودو سيستم سي تي ال ستيتس بتاعت الدوكر. انا عايز الاول اقول له ستارت وبعد كده اقول له قول لي الستيتس بتاعته. فسي مثلا ان انا هعمل انتر دلوقتي هيقول لي دخل الباسورد بتاع الكالي، هدخله لازم يجي لي ان الستيتس بتاعته اكتيف راننج. فالستيتس بتاعت الدوكر دي بتقولي خلاص تمام هو شغال. طيب انا عايز اعمل ايه هنا؟ هطلع كنترول سي وهقول له لو سمحت سودو دوكر بي اس داش ايه، يعني هات لي كل الكونتينر اللي الدوكر ده شايفها وشغال عليها دلوقتي. لازم يكون من ضمنها الجوز شوب ده، لازم يكون من ضمنها الجوز شوب. يعني احنا لو كبرناها وظهرت بشكل افضل، خلينا نعمله تاني عشان تظهر بشكل مرتب اكثر. جوز شوب اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد الاي دي ده، كليك يمين كوبي سيلكشن، ده الاي دي بتاع الكونتينر اللي مفتوح عليه جوز شوب، وهقول له هنا ايه؟
انا عايز افتح الكونتينر، ستارت الكونتينر اللي الاي بي ادرس بتاعه ده. وانس ان انت هتقول له كده خلاص هيرد عليك بالاي دي. طالما رد عليك بالاي دي تمام، مفيش اي مشكله خالص، هو بيرد عليك بس بالاي دي. نروح بقى للبراوزر بتاعنا ونجرب نكتب لوكال هوست كولون 3000 واجرب ان انا افتح الجوس شوب. المفروض الطبيعي والمنطقي ان هو يفتح معانا لو مفيش مشاكل خلاص. طيب فتح معانا خلاص، نعمل ايه؟ نروح بقى للبيرب سوت، يا اما نجيبها من هنا ونكتب كلمه بيرب سوت ونفتحه من هنا، انا اوريدي فاتحاه، يا اما نفتحها من التيرمينال بتاعي. احنا فتحناه. عندي حاجه اسمها الانترسبت اللي احنا جربناها في الجزء الثاني، بس بنقولها هنا بالخلاصه بتاعتها. الانترسبت دلوقتي از اوف، يبقى دلوقتي مفيش اي ترافيك هتعدي. لو انا عملت انترسبت از اون ورحت جربت في البراوزر وعملت مثلا كتبت في السيرش هنا، كتبت مثلا كلمه ابل، بس قبل ما ادوس انتر انا لازم افعل الانترسبت. هو كده اون، اتاكد ان هو كاتب لي هنا اون وبيغير لون الاشاره دي، واروح هنا وهضغط على ابل واعمل انتر. هعمل انتر. هجرب اكتب دروب هنا علشان اشوف. بصوا هنا هو عمل لي ايه. عمل لي ايه هنا هو جاب الريكوست، هو مسك الريكوست هنا وجاب ان انا بعمل سيرش على حاجه. هو غير اليو ار ال جيت ريست برودكت سيرش والكيو اتش تي بي 1، يعني هو هنا عمل ديتكت او مسك الريكوست بالشكل ده. طيب انا هجرب اضغط على كلمه فورورد علشان يبعته بالفعل للسيرفر ويعرض لي الطلبات. ممكن كمان نجرب من هنا من بروكسي اللي انا واقف فيها دي، اختار HTTP history. هختار دلوقتي HTTP history، وهنا ممكن اغير الترقيم بتاعهم، يعني يا اما اخليه كده يا اما اجيب من النهايه على طول، يعني اغير الترقيم بس واخليه يجيب لي من النهايه. لو بصيت من النهايه والانترسبت مفتوح اون، خلي بالكم طالما الانترسبت مفتوح لو انا رحت على البراوزر مش هقدر اعمل اي حاجه. ليه؟ خلي بالكم ان انا لما عملت سيرش الريكوست ده راح لمين؟ راح للبروكسي اللي هو البيرب سوت، فهو واقف دلوقتي عنده، هو لسه ما رجعلوش الرد، لان لازم يعدي على البيرب والبيرب يبعته للسيرفر والسيرفر يرد على البيرب والبيرب يرجع يرد على البراوزر هنا. فعشان كده طالما انت فاتح هناك الانترسبت فمش هيديك اي داتا. لو رحت وقفت الانترسبت هناك هيرجع لك السيرش بتاعك اللي هو الحاجات اللي فيها كلمه ابل. لكن انا مش عايزه اعمل دلوقتي، انا عايزه اتكلم عن الغرض. هو دلوقتي هو هنا عمل ايه؟ هو مسك الريكوست اللي انا بعته، مسك وجاب لي مجموعه من البيانات عنه كمان. يعني هو جاب لي نوعه جيت بيدور فين في البرودكت بالسيرش. كان المفروض ان كمان يكتب كلمه ابل، ولكن يمكن عليه نوع من انواع الحمايه فما كتبهاش. وكمان وراني الريسبونس بتاع السيرفر اهو، ده وراني الريسبونس بتاع السيرفر، جاب لي كل الحاجات اللي فيها كلمة ابل من قبل ما يوصل للبراوزر او من قبل ما يوصل لليوزر. فمعنى كده ان انا شفت الريكوست وشفت كمان الريسبونس، كل المنتجات اللي فيها كلمة ابل. معنى كده ان انا لو اي حاجة بكتبها على الموقع فلازم الاول بتروح ريكوست للسيرفر. فدلوقتي لو انت ناوي تعمل اي اتاك زي سيكوال انجكشن او اوثنتيكيشن باي باس او تمبرنج، فانت بتعمل هنا الكلام ده من تعديل الريكوست نفسه. يبقى الريكوست وهو بيتبعت اصلا انت بتعدل في الريكوست هنا وبتغير في البيلود. طيب خلينا عايزين نجرب نعمل حاجه كده بسيطه، ان انا اعمل تلاعب بالبارامتر بتاعتي او اللي هو التمبيرنج كده، بارامتر تمبيرنج. بدل مثلا ما كلمة البحث اللي احنا كتبناها دي كانت مكتوبة كلمة أبل، أنا هروح أخليها. بصوا الأول، بصوا كده الحركة دي، لو أنا رحت للإنترسبت وقفت دلوقتي الإنترسبت، اللي هيحصل في البراوزر رجع الداتا، مفيش أي مشكلة خالص. هروح مرة أخرى وأفتح الإنترسبت تاني. يبقى دلوقتي في البيرب سوت أنا يعني بعد ما قفلت الإنترسبت ممكن هنا أجرب بقى حاجات كتير. ممكن أجرب السيكوال انجكشن وأنا بعمل أكاونت مثلا، وأنا أجرب أعمل اللوجن. يعني دلوقتي لو أنا كتبت سماح، كتبت باسورد 1 2 3 مثلا او الايميل او وات ايفر، وقبل ما اعمل اللوج ان انا هروح هنا وهشغل الانترسبت. هو دلوقتي اون، اتاكد ان هو كاتب اون، واروح هنا واقول له لوج ان. طبعا انا مدخل اي يوزر واي باسورد. الريكوست اللي انا عملته لكلمه لوجن دي هو راح للبيرب خلاص. هقول له دروب، راح للبيرب، ادي الشكل اللي هو راح له بيه. اليوزر نيم
والباسورد، وقال له ان هو راح بوست اهو للسيرفر بيعمل لوج ان، وادي البارامتر بتاعته. لو عملت او من اكشن، يعني يا اما من كليك يمين اقول له send to repeater، او من اكشن اقول له send to repeater. الريبيتر ده هو بيبعت نفس الريكوست ده، بيبعته للريبيتر، بس الاختلاف ايه؟ ان انت هنا تقدر تغير في البيلود. هنا بقى اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا هنا اغير في البيلود ده، في البارامتر دي. اقدر بقى والله تحط جملة سيكوال وتقول له سند مثلا، بحيث ان هو يقدر يخليك تعمل لوجن من غير ما تكتب بيانات صحيحة، من غير ما تكتب الايميل او الباسورد، ويدخلك كادمن عادي. يعني لو اديته جملة سيكوال هنا بشكل مختلف يقدر يدخلك، يبقى انت كده نجحت ان انت تعمل سيكوال انجكشن، وهكذا. طيب هنوقف الانترسبت. بعد طبعا ما بنغير البيلود بنقول له سند. بعد ما اضغط سند بقدر ان انا اشوف ريسبونس بسهوله جدا هنا، بعد ما تلاعبت بالبيلود او عملت تمبيرنج يعني، او غيرت البيلود هنا، فاقدر اشوف الريسبونس من السيرفر. حتى ولو ما قدرتش اشوفه، يعني لو وقفت الانترسبت وما قدرتش اشوف التلاعب ده على الفرونت اند، فكفايه ان انا غيرت فيه في الباك اند، وده بيبقى اكثر خطوره طبعا. فدلوقتي عرفنا ملخص عن استخدام البيربس روت وهو بيعمل ايه، وجربنا مثال بسيط جدا ليه، وجربنا الجوب شوس، وعرفنا الجوز شوب، وعرفنا ايه هو، وعرفنا ايه هو الدوكر. ده كان ملخص بسيط جدا عن البيربس روت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.